البنت دي أسلمت بفضل الله ثم بفضل الفيديو اللي أنا عملته. إيه الموضوع وإيه الحوار؟ اسمعني وصلي على سيدك النبي عليه الصلاة والسلام. بداية كده أقسم بالله العظيم وربنا شاهد عليا وهيحاسبني يوم القيامة، كل كلمة بتسمعوها مني صدق ما فيهاش أي ريحة الكذب، وأنا مستحيل حد أسلم على إيدي بفضل الله عز وجل أطلع أقول اسمه أو صورته أو حكايته إلا بإذنه. هم معاهم حق طبعا من اللي بيحصل، وأنا مستحيل من رابع المستحيلات إن أنا أكون سبب إن أنا أضرهم. بعتت لي بتقول لي واحده مسيحيه صاحبتي بعت لها الفيديو بتاع حضرتك اللي هو الفيديو بتاعي يعني اللي انتوا هتشوفوه في اخر الكلام دوت، وبعد كده اسلمت ولله الحمد. قالت لي كلام وجعني ان اهلها طردوها وما بيكلموهاش. طب يا اخوانا انت عندكم التسامح والحاجات الحلوه ديت، طب ليه ما بتكلموهاش؟ ده بنتكم يعني. بتقول لي كده تبقى هي عاقه لوالديها، يعني وقع في عقوق الوالدين. فانا جاوبتها وقلت لها ان هي تكلمهم بس تسيب الدنيا هاديه شويه، لان الدنيا مش علينا دلوقتي، فلما تهدى فهي ممكن تروح لامها، والام قلبها دايما رقيق كده وطيبه، غير الاب بيبقى شديد شويتين، فتديها كلمه كده تقول لها يا امي وحشتيني، فتبدا الميه تعود لمجاريها ان شاء الله تاني. المهم انا قلت لها هو انا السبب؟ عاوز اكد يعني عشان اشوف انه فيديو دوت. فقالت لي ايوه والله انت السبب. فقلت لها قولي لها الف مبروك. فقالت لي حاضر واحنا فرحانين ان انت رديت علينا. فلما سالتها عن الفيديو اللي كان سبب في اسلامها، والفيديو ده سبحان الله ناس كتيره اسلموا بسببه، قالت لي هو الفيديو دوت. والفيديو ده هسيبه لكم تحت في اول تعليق، الله يكرمكم ابعتوه لكل حد انت تعرفوه، سواء كان مسلم او غير مسلم او عاوز يلحد او عاوزه تسلم، فالكلام ده كله مهم ليهم. وبما اننا في رمضان فبيجي لي اسئله كتيره تخص رمضان، فخد الحته دي. هو قص الضوافر يا عم شريف وانا صايمه تك 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 ده بيأثر في الصيام وبينقص أجر الصيام أو يبطل الصيام؟ لا خالص، ولا بيبطل الصيام ولا بيأثر على الصيام ولا بينقص من أجر الصيام. قص ضوافر إيدك ضوافر رجلك وأنت صايم مفيش أي مشكلة ولا حرج في ذلك. بالنسبة للشطاف يا عم شريف وأنا بتشطف، هل ده برضو يبطل الصيام؟ لأن بيقولوا إن المية ما بتخش كده يبقى إحنا كده فطرنا. ليه؟ هو أنت بتشرب المية دي؟ الكلام ده لو المية بتخش من هنا من بقك فده المدخل المية المعتاد المعروف، انما الموضع التاني مش عشان بتشرب منه لا سمح الله، وانما ده موضع علشان خاطر ان انت بتشيل اثر النجاسة بالمية ديت. فالشطاف ما بيفطرش ولا حاجة. تنسوش الفيديو اللي كان سبب في اسلام البنت دي وبنات كتيرة وشباب كتيرة بفضل الله عز وجل، هسيب لكم تحت في اول تعليق، اعمل له شير ونقله لكل الجروبات على الواتس وغيره. سلام بقى لو بصيت على التعليق التاني هتلاقي فيه لينك البرنامج اسمه ختمة. البرنامج ده مهم جدا لو انت قاعد في المواصله مش معاك مصحف عاوز تقرا قران واحنا في شهر رمضان وعاوز تختم كتير، هتلاقي البرنامج ده عليه قران كريم وعليه اذكار صباح وعليه اذكار مساء ده لو انت مش حافظهم، وعليه اذكار كتيره موظفه وانت طالع تقول ايه وانت داخل وانت تيجي تاكل وانت تيجي تخش المسجد تطلع مسجد. كل الاذكار في حياتك اليوميه هتلاقيه موجود في البرنامج ده بفضل الله عز وجل. اما بقى لو انت بتتابعني من على التيك توك او الانستجرام او الكواي هسيب لك لينك البرنامج ده فوق في البايو عشان تنتفع بيه. لو حد فيكم عنده سؤال او في حاجه خاصه ومش عاوز اقولها العام فعادي ممكن يبعت لي على الواتس. رقم الواتس كل الناس عارفاه 010 404 96 97 4. سواء كنت مسلم ولا غير مسلم ابعت لي وهرد عليك ان شاء الله. وجربني يمكن تقتنع ولا حاجه وفي حاجه في بالك محدش عارف يرد عليها يمكن ارد عليها. يوضع سره في اضعف خلقه. عم صلي على النبي عليه الصلاه والسلام كده واعمل شير عليه الصلاه والسلام.